المستشار تركي آل الشيخ راس حربة القوى الناعمة السعودية كتب على تويتر كلمتين، ومن ساعتها الدنيا مقلوبة وقامت وما قعدتش. ليه؟ الراجل قال انه ان شاء الله موسم الرياض اللي جاي هيتم الاعتماد فيه على العازفين والموسيقيين السعوديين والخلايجة بشكل شبه كامل، وعلى السوريين. والناس طبعا فهمت من التويتة انه مش هيتم الاعتماد على المصريين، يعني من الاخر الفنانين المصريين اقعدوا في بيتكم. طريق سلام انت. والحقيقه يعني انا عارف ان انا لما اقول الكلمتين الجايين دول انت ممكن ما تكملش الفيديو، بس عشان اجيب من الاخر، يعني انا بحترم الراجل ده وبقدره جدا، وبصراحه شايف ان هو راجل ذكي جدا وشاطر. واديني فرصه وادي لنفسك فرصه انك تسمع انا ليه بقول لك كده. انت دلوقتي مسؤول في الاداره السعوديه، هتدور على مصلحه الشعب السعودي ولا الشعب المصري ولا الشعب السوري ولا الشعب الايطالي، ولا هتدور على مصلحه مين؟ هتدور على مصلحه الشعب السعودي. انت دلوقتي رئيس دوله، هتدور على مصلحه شعب هذه الدوله ولا هتدور على مصلحه شعوب دول تانية؟ لا، هتدور على مصلحه الشعب بتاع الدوله اللي انت رئيسها، هتدور على مصلحه موظفين الشركه اللي انت رئيس مجلس ادارتها، هتدور على مصلحه الشعب اللي انت بتخدمه، اللي انت ماسكه، اللي انت مسؤول عنه. مش هتروح تدور على مصلحه شعوب تانية. وهو ده اللي عمله المستشار تركي آل الشيخ من 2017. احنا طول عمرنا ما نعرفش عن السعوديه غير حاجتين: البترول وموسم الحج. والايرادات بتاعت السعوديه كانت بتعتمد بشكل اساسي على الحاجتين دول. ولان الاداره السعوديه اداره ناصحه وبتدور على مصلحه الشعب السعودي، كان لازم تنوع مصادر الدخل. دي نقطه. والنقطه الثانيه، الاداره السعوديه الجديده عايزه تعمل قوه لنفسها في المنطقه، عايزه تعمل لنفسها وضع اقليمي. والوضع الاقليمي ده والقوه دي هيجوا عن طريق البترول اللي عندنا والسياسه طبعا، وعن طريق القوه الناعمه، ان احنا نخلي السعوديه دي واجهه. السعوديه دي الناس كلها بتيجي السعوديه، الانظار مسلطه ناحيه السعوديه. المواطنين بتوع السعوديه والامارات ودول الخليج عموما اللي كانوا كل سنه ياخدوا بعضهم بعربياتهم ويروحوا لندن ويروحوا اوروبا، لا بقى خلاص، انتوا بقى احنا هنجيب لكم لندن واوروبا دول عندنا، فانتوا ما تبقوش محتاجين ان انتوا تسافروا بره. والفلوس بدل ما بتتفرتك بره تتصرف في السعوديه، والسعوديه تبقى واجهه، تبقى ديستنيشن زي ما هم بيقولوا كده. والحقيقه الراجل نجح في الوظيفه دي بامتياز. دخل مصر في 2017، ما كناش طبعا نعرفه وما نعرفش حاجه عن السعوديه غير زي ما انا قلت البترول والايه وموسم الحج، وعمل علاقات ودخل عن طريق اقوى ايه يا جدعان، اقوى حاجه الكوره، النادي الاهلي، وبعدين ايه نتخانق ونروح نادي الزمالك، وبعدين نشتري الاسيوطي، نعمل بيراميدز، وبعدين خلاص عملنا علاقاتنا، خدنا مصلحتنا، خدنا الضوء، خدنا كل حاجه، سلام عليكم احنا رايحين السعوديه تاني. الراجل صفى اعماله واتكل على الله، راح السعوديه، عمل موسم الرياض، جاب بقى الفنانين المصريين والمغنيين والملحنين، وكله بيروح طبعا مش عشان سواد عيونه، بيروح عشان الفلوس. بس الراجل جه سلط الضوء وعمل العلاقات واستفاد بالكلام ده في ان هو السعوديه اتحولت. السعوديه اللي احنا كنا نعرفها زمان ما عادتش هي السعوديه اللي موجوده دلوقتي، بقت السعوديه واجهه، بقت الناس بتروح السعوديه، بقى موسم الرياض ده الناس بتتفرج عليه، الناس بتروح والناس بتستناه. لو قعدت اتكلم على مشوار الراجل ده في مصر هنقعد ساعه، فانا هحاول اختصر يعني. والراجل حتى من ذكائه، احنا عايزين اعلام قوي. مين اقوى اعلامي في الوطن العربي من وجهه نظرنا؟ عمرو اديب. خلاص احنا نشتري، نعمل عقد مع عمرو اديب، نشتري عمرو اديب ونديله الجنسيه. فنجح تركي آل الشيخ ان هو ينقل مركز الفن من القاهره للرياض. فلما يجي بقى النهارده ويقول احنا ان شاء الله في موسم الرياض الجاي هنعتمد على السعوديين وعلى الخلايجه، وده خلي بالك النقطه دي تلفت نظرك لحاجه بقى، هو ليه كانوا بيدوهم الجنسيه؟ خلاص، ما انا دلوقتي انا الفنانين اللي انا شايف ان انا محتاجهم، او قائد الاوركسترا او الاعلاميين او الناس اللي انا شايف ان انا محتاجهم، خلاص يا باشا انت بقيت سعودي، انت بقيت مواطن سعودي. حتى كمان بالمره يدفعوا ضرايبهم في السعوديه، ولو زعلنا منهم نحاسبهم في السعوديه، ما هم سعوديين بتوعنا. فازاي اجي انا بقى النهارده لما الاقي الراجل اللي بيدور على مصلحه بلده الومه واشتمه؟ هو المشكله مش فيه، المشكله مش في الراجل اللي بيدور على مصلحه بلده، المشكله فيا انا، المشكله في اللي سمح له انه يدخل، المشكله في اللي المشكله في اللي طلع عيط السنه اللي فاتت احنا مش جايين عشان الفلوس. برافو يا باشا، عيط يلا عيط بره. سبحان الله، يعني جت لمحمد سلام من عند ربنا ان الراجل السنه اللي فاتت ما رضاش يروح ويشارك في موسم الرياض. فسبحان الله محمد سلام مش هيروح السعوديه بس بقرار منه. انتوا بقى مش هتروحوا السعوديه بتويته، الباب اتقفل في وشكم بتويته. المبكي بقى والحاجه اللي تزعل ايه؟ انه مفيش فايده. اللهجه بتاعتنا والطريقه بتاعتنا اللي فعلا بتقول انه مفيش فايده. يعني الناس بترد على تركي آل الشيخ دلوقتي بتعمل ايه؟ بتشتم. يلا بقى يا عم قرار كويس، خلينا بقى نشوف موسم الرياض لما يحقق ايرادات 25 ريال و60 هلله. اصل الابداع في المنطقه حصري عند المصريين. لحد امتى يا جدعان هننظر لبقيه البشر على انهم بهايم ما بيفهموش حاجه؟ لحد امتى؟
ناس بتدور على مصلحتها ومصلحه بلادها، اطلع اشتمهم ولا طاقه الشتيمه اللي عندي دي اوجهها لاولاد الرفضي اللي كانوا سبب في اللي حصل ده؟ انهون اولى. اتمنى لهم التوفيق، ربنا يوفقكم، وانا ربي العيل ابن انا ربيه بقى اللي دخلكم ده اهو وسابكم تعملوا كل اللي انتوا عملتوه ده، انا بقى هربيه بقى. انهون اولى. وبالمناسبه على فكره هم عندهم مبدعين وعندهم شغل جامد جدا واعمال جامده جدا. انا عندي اشتراك في شاهد وبشوف بتفرج على الاعمال السعوديه، عندهم شغل جامد جدا جدا على فكره يعني، وعندهم مبدعين مش بهايم يعني ولا الابداع حصري في مصر، لا يا باشا عندهم مبدعين وعندهم شغل جامد جدا. وحتى لو ما عندهمش ناس بتدور على مصلحتها، اطلع اشتمهم ليه؟ ربنا يهدينا ويجي اليوم اللي نبطل فيه العبط ده يا جماعه. الطفل المصري اذكى طفل في العالم، مصر جاءت ثم اتى العالم، الابداع حصري في مصر، اللي مش عارف ايه يا جدعان. انا مش شايف يعني فين الدلائل اللي على الارض اللي بتقول الكلام ده؟ يعني انا لو جالك عقد عمل في السعوديه بكره مش هتسافر؟ ما انت هتسافر. لو جالك عقد عمل في الامارات ما انتش هتسافر؟ ما انت هتسافر. انا بكلمكم لو جالي عقد عمل ما انا هسافر. ايه يا جدعان؟ احنا هنبطل امتى الكلام ده؟ هنبطل امتى الطريقه دي؟ امتى هيجي اليوم اللي نقول فيه بقى بصوا بقى احنا عايزين بقى نعقل ونبطل بقى شعوذه، ونشوف بقى المشاكل اللي عندنا ديت ونحلها، ونتمنى للناس التوفيق في اللي هم بيعملوه، ربنا يوفقهم. هو يعني لو ربنا وفقهم ده هينقص مننا في ايه؟ ما ربنا يوفقهم ويوفقنا. انما النظره الفوقيه، النظره اللي هي ايه، احنا الابداع عندنا حصري، انتوا بهايم، انتوا تفهمكم، النظره دي عمرها ما وصلتنا لحاجه ومش هنوصل لحاجه. ما احناش هنوصل لحاجه يا جدعان بالطريقه دي، مش هنوصل. على فكره انا لو انا مكان تركي آل الشيخ انا زمان دلوقتي قاعد اقرا الكومنتات ومتكيف وعلى الاخر. ليه بقى؟ عشان انا حراق قوي، الناس كلها داخله شايطه، انا حراق قوي قوي يعني. انما بقى لو كان حصل العكس، ان الناس تمنت لهم التوفيق، يا سيدي ربنا يوفقكم، انتوا ناس محترمين، انتوا بتعملوا لمصلحه بلد. انا متاكد ان الامر كان ممكن بسبب الاسلوب المحترم هم كمان يبقوا يعني ايه، لا احنا هنستثني المصريين، احنا ما نقدرش نستغنى عنهم اخواتنا. انما قله الادب والشتيمه هنوصل لايه يا جدعان؟ والله ما هنوصل لحاجه.